فترة من الزمن عانى المصريون من صعوبة التنقل لأسباب كثيرة، منها عدم توفر وسائل النقل وبطء حركتها. لكن عصراً جديداً بدأ بدخول الترام إلى القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر. ففي عام 1894 صادق مجلس الوزراء، والذي كان يعرف بمجلس النظار حينها، على منح امتياز لشركة بلجيكية بإنشاء 8 خطوط للترام في القاهرة تبدأ من ميدان العتبة الخضراء. صار أول ترام في مصر بشوارع القاهرة عام 1896، بعدما شقت أول قاطرة له تسير بقوة الكهرباء شوارع العاصمة. كانت هذه الشركة البلجيكية تعود لرجل الصناعة البلجيكي البارون إدوارد أومبا، والذي شيد حي مصر الجديدة. كان أومبا متفوقاً في إنشاء المشاريع، وخاصة مشاريع مد خطوط السكك الحديدية والترام والإنشاءات حول العالم. عندما اشترى البارون مساحة الحي من الحكومة المصرية، كانت تفتقر لجميع المرافق ومنها المواصلات، فأراد البارون ربط ضاحيته الجديدة بالقاهرة وجذب الناس إليها، وفكر في إنشاء الترام الذي بدأته شركته، ثم استكمل بصناعة يابانية حتى عام 1989، وانتقل بعدها إلى إدارة هيئة النقل العام عام 1992، بعدما كانت شركة مصر الجديدة هي المشرفة على تشغيله. وتشعبت خطوط الترام حتى بلغ طولها 90 كيلومتراً تترامى أطرافها من محطة عبد المنعم رياض غرباً مروراً بميدان رمسيس وحتى شيراتون المطار شرقاً، ومن المطرية شمالاً وحتى مدينة نصر جنوباً، وصولاً إلى الدراسة. لم يوفر الترام وسيلة نقل فحسب، بل كان مصدر دخل لأكثر من 400 عامل مصري تم تعيينهم للعمل في هذا المشروع الجديد. كانت عربات الترام الحمراء وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة، بينما كان الترام الأبيض معداً للانتقال من المدينة الجديدة إلى القاهرة. هذا الترام الذي يزيد عمره عن 100 عام، وصلت إحدى أقدم عرباته إلى حديقة قصر البارون أومبا بحي مصر الجديدة صباح يوم الجمعة 18 من أكتوبر عام 2019، ليظل قصر البارون مرتبطاً بالترام الذي توقف عن العمل، وليكون جزءاً من وسائل العرض بقصر البارون للأجيال التي لم تعاصر إنجاز الترام، الذي لم يكن وسيلة لنقل المسافرين فقط، بل شكل جزءاً كبيراً من الذاكرة المصرية.